إعلام الوراثة بيحدد نصيب بس مش بيوزع تركة. يعني إيه؟ يعني مثلا إعلام الوراثة بيقول لو في شخص توفى وساب زوجة وبنت وولد، يقول إن الورثة هم الزوجة والابن والبنت. طيب بيحدد نصيبهم إزاي؟ بيحدد نصيبهم بناء على الشريعة الإسلامية لو هم مسلمين، أو القانون المدني لو هم غير مسلمين. فمثلا لو في راجل توفى وساب زوجة وبنت وولد، إعلام الوراثة هيقول إن الزوجة هيكون ليها الثمن من التركة لأن في أولاد، والباقي بعد الثمن بيتقسم ما بين البنت والولد. اعمالا للشريعه الاسلاميه الولد هياخد ضعف البنت. كده اعلام الوراثه بالطريقه دي حدد نصيب كل واحد من الورثه، ولكن على المشاع، يعني ما وزعش التركه او قسمها على حد. عايزين بقى نوزع التركه، تمام. دي بقى الحاجه اللي اعلام الوراثه مش بيعملها. يعني لو عايز توزع التركه ده بيتم بطريقتين. الطريقه الاولى وهي عن طريق التراضي ما بين الورثه. لو الورثه متفقين ممكن يقسموا التركه ما بينهم وما بين بعض زي ما الشرع بيقول من غير مشاكل. اما الطريق التاني وده في حالة ان في خلاف ما بين الورثة، ساعتها بيروحوا للمحكمة، والمحكمة بتعمل دعوة اسمها دعوة فرز وتجنيب وتقسيم التركة، وساعتها المحكمة هي اللي هتوزع التركة بالقانون حسب النسب الشرعية.